السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم. جالي تساؤلات كتير بشأن الشاشة بتاعة التيجو 7 وتوصيل الأبل كار بلاي. التيجو 7 يا جماعة هل هي بتدعم أندرويد أوتو؟ هل هي بتدعم أبل كار بلاي؟ هنشوف الحاجات دي في الفيديو بتاعنا. هي بالفعل بتدعم أبل كار بلاي. طب هنشوف هل بتدعم أندرويد أوتو ولا لأ؟ هنجاوب على الاستفسار ده أو السؤال ده داخل الفيديو. وبالتالي احنا هنقوم النهارده بتوصيل ابل كار بلاي او الايفون على شاشه السياره تيجو 7، السياره المحببه الى قلبي، من السيارات اللي انا بحبها جدا يعني. يلا بينا نشوف الفيديو، فيديو جميل ما تفوتش خطوه علشان الطريقه تطلع مظبوطه مع حضرتك. كوبايه القهوه ويلا بينا نشوف الفيديو. يلا بينا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم. نبدأ إعدادات توصيل الآيفون على شاشة السيارة عشان نفعل أبل كار بلاي. نبدأ كده، عندي هنا الإعدادات نضغط عليها، ومن تحت اختيار هنا يا جماعة، هنا من تحت اختيار عام نيجي هنا نختار مدة استخدام الجهاز، نضغط عليها كده. نيجي كده نختار اختيار آخر، هنلاقي هنا في برضه من نفس الاختيار قيود المحتوى والخصوصية، نضغط عليها كده. هنلاقيها هنا يا جماعه هي هنا غير مفعله، قيود المحتوى الخصوصيه، نفعلها. اول ما نفعلها هتظهر لي تطبيقات جديده او حاجات جديده ما كانتش ظاهره في الاول. هنلاقي هنا عندنا التطبيقات والميزات المسموح بها، نضغط عليها. هنلاقي هنا يا جماعه في اختيارات تطبيقات هنا موجوده. هنلاقي هنا تطبيق كار بلاي هنا اهو، العلامه الشهيره بتاعته هنا غير مفعل، نقوم بتفعيله كده. كده تم التفعيل. نرجع للخطوه للخلف. تمام، لسه في اختيار تاني. هنلاقي هنا يا جماعه خدمات الموقع، من نفس يا جماعه اختيار قيود المحتوى والخصوصيه ما خرجناش لسه. هنلاقي هنا خدمات الموقع، هنا جنبها موجوده يا جماعه هنا السماح، بس لو احنا ضغطنا عليها كده من جوه هنلاقيها هنا غير مفعله. يعني هنا خدمات الموقع اهي هنا غير مفعله زي ما حضراتكم شايفين كده. نضغط عليها نفعلها. لما فعلناها التطبيقات الكامله اللي في الهاتف بتاعك اللي هي بتستخدم الموقع كلها اتفعلت عندي زي ما حضراتكم شايفين. كل دي تطبيقات بتستخدم الموقع. كده خلصنا؟ لا، لسه في اعداد تاني وده اهم واحد فيهم كلهم. ايه هو؟ نرجع للخلف كده، ثم لو رجعنا للخلف ثم للخلف. تمام، رجعنا كده للشاشه الرئيسيه. برضو من تحت اختيار عام هنلاقي هنا اختيار سيري زي ما حضراتكم شايفين، نضغط عليها. نيجي هنا يا جماعه اول حاجه لازم نفعل خدمات سيري. نفعلها ازاي؟ اول حاجه يا جماعه شايفين اللغه هنا، اللغه الانجليزيه. لو حضرتك عايز تغيرها الى اللغه العربيه نضغط عليها كده ونختار اللغه العربيه. هي موجوده اهي، العربيه هي الاختيار بتاعنا، نختار كده. تم الاختيار. كل اللي هنعمله عشان نحفظ الاختيار ده يا جماعه هنرجع خطوه للخلف ونبدا الجزء الثاني. هنا مكتوب تحدث الى سيري، هنا معموله ايقاف. نخش يا جماعه هنا نفعلها يا سيري زي ما حضراتكم شايفين. هنا جات لي رساله هل تود التمكين سيري؟ اقول له تمكين اهو. اعدادات يا سيري او اعداد يا سيري، متابعه. يا سيري كيف الطقس؟ تمام. يا سيري ارسلي رساله. يا سيري عين مؤقتا لمده 3 دقائق. يا سيري اعرض موقع منزلي على الخريطة. يا سيري شغل بعض الموسيقى. ودي الخطوة الأخيرة كده. هنا كاتب لي سيري جاهز. لو ما عملناش يا جماعة الإعداد ده، إعداد سيري بالذات، توصيل أبل كار بلاي مش هيتم. أقول له تم. كده السيري جاهز معايا. وهنا لو عايز اضغط على الزر الجانبي اللي اضغط سيري ممكن افعلها، اللي هو المفتاح ده. طبعا اضغط كده يا سيري مساء الخير. كده جاهزين يا جماعه على التوصيل. نبدا كده يا جماعه ضبط البلوتوث على السياره. خش كده على العلامه دي كده ونضغط على بلوتوث هنا، ونبدا نضغط علامه الهاتف دي هنا كونكت immediately عشان يبدا يتعرف على الجهاز. نخش كده نعرف كده
كده تم التعرف كده على البلوتوث بتاع الجهاز، تم التوصيل اهو، بتوصل اهو بالعلامه المميزه بتاعته. نيجي يا جماعه نضغط هنا على الشاشه الرئيسيه، ممكن نعمل باك من هنا كده، او نضغط هنا على الشاشه الرئيسيه، او نضغط العلامه بتاعت الهوم في السياره. نوصل الهاتف بتاعنا كده يا جماعه لشاشه السياره، نوصل كده الكابل نشوف اللي هيظهر هنا. هنا بالفعل العلامه عندي اتاكتيفت معايا، وهنا كمان ظهر على شاشه السياره السماح بكار بلاي مع تيجو 7 اثناء قفل الهاتف، اقول له السماح. وعلامه الابل كار بلاي هنا يا جماعه اتفعلت اهي، يعني الاول العلامه ما كانتش مفعله اهي، هنا كده غير مفعله. لما اوصل العلامه تبدا معايا كده ابل كار بلاي تمام، والعلامه بتاعت توصيل اليو اس بي معايا. وللعلم يا جماعه الشاشه دي لا تدعم اندرويد اوتو، لا تدعم اندرويد اوتو وتدعم ابل كار بلاي. طيب هي بنوصل عليها الاندرويد ازاي؟ بنوصل عليها عن طريق توصيل او طريقه توصيل اسمها الميرورنج، او نقل شاشه الهاتف على شاشه السياره. وفي فيديو هتركه لحضرتك اسفل الفيديو في صندوق الوصف بعد ضغط المزيد، هلاقي طريقه توصيل او نقل شاشه الاندرويد على شاشه السياره. لو احنا يا جماعه ضغطنا على العلامه بتاعت ابل كار بلاي كده، نضغط هنلاقي ان هنا تم التوصيل على شاشه السياره، والبرامج كلها مثبته معايا، عندي واتساب، عندي تليجرام، عندي انغامي، كل الحاجات هنا مثبته معايا. بالاضافه شايفين يا جماعه الايقونه دي، لو انا عايز اغير الشكل بتاعي ان انا اعمل تقسيم للشاشه، يبقى انا عندي جنب الخرائط بتاعي موجود، والحاجات المشغله عندي اللي هي الميديا او اي حاجه اضافيه سواء رسائل او كده، من نفس القائمه دي بضغط عليها اجيب القوائم كلها، او اضغط هنا على علامه المربع دي كده تجيب لي الخرائط. طيب الخريطه هنا يا جماعه بتظهر بشكل صغير. طبعا احنا لو عايزين نفعل نجيب الخرائط طبعا بنفعل البيانات زي ما حضراتكم شايفين كده، البيانات الهاتف. عايز اكبر الشاشه دي اخليها بملء الشاشه، بضغط يا دوبك كده على العلامه دي بتظهر لي كده ملء الشاشه بتاعتي. اضغط هنا مره اخرى بتظهر معايا، يعني ممكن اضغط هنا للتكبير ملء الشاشه. ثم لو انا عايز ارجع تاني اضغط هنا، عايز اشغل حاجه من انغامي مثلا لو هي شغاله معايا كده، بيعمل لودنج بيشوف الحاجات اللي هي المشغله عندي زي ما حضراتكم شايفين. وهنا يا جماعه التحكم كله من الشاشه، الشاشه هنا انا بتحكم فيها كلها من الشاشه. واقدر اجيب الخرائط بتاعتي، اصغر الخريطه، يعني انا اشغل حاجه من انغامي كده زي ما حضراتكم شايفين واشغل الخريطه بتاعتي، يعني ممكن اشغل القران الكريم او الاغاني او اي ميديا موجوده هنا، والنافيجيشن او الملاحه او اختيار الطريق بيبقى شغال معايا بنجاح. كده يا جماعه تم التوصيل بنجاح زي ما حضراتكم شايفين كده على شاشه السياره. اتمنى الفيديو يعجب حضراتكم، في انتظار اسئله واستفسارات حضراتكم. كان معاكم حازم راشد ودي قناتي، اطلب من حضراتكم الدعم والاشتراك والسبسكرايب. شكرا لحضراتكم.